مصر تحصد الذهب في أنجولا، تغييرات في الإسماعيلي، وتحقيق رسمي في اللجنة البارالمبية، وإيقاف شوبير. اهلا وسهلا بكم في برنامج ابيض في اسود، اخبار وكواليس رياضيه مهمه. سلمى هاني تتالق في نيوزيلندا، مصر بتسيطر على بطوله افريقيا للسلاح، وتامر مصطفى يقترب من تدريب الاسماعيلي، وكمان ازمه جديده في اللجنه البارالمبيه، ووزير الرياضه يفتح تحقيق رسمي، وايقاف احمد شوبير. كل ده واكتر في حلقه النهارده، يلا بينا. سلمى هاني تتاهل الى ربع نهائي بطوله نيوزيلندا للسكواش. البطله المصريه سلمى هاني تواصل تالقها وتتاهل الى ربع نهائي بعد فوزها ب3 اشواط نظيفه على عيناء اماني، بينما شهدت البطوله خروج بعض اللاعبين المصريين مثل نور هيكل ويحيى النواساني في دور ال16. هل تتوقعون تتويج سلمى هاني باللقب في نيوزيلندا؟ تامر مصطفى يقترب من تدريب الاسماعيلي. اداره الاسماعيلي تتفق مع المدرب تامر مصطفى لتولي المهمه لانقاذ الفريق من دوامه الهبوط. الاسماعيلي يعاني من عدم استقرار فني واضح، حيث مر عليه اكثر من مدرب هذا الموسم. انت شايف تامر مصطفى هو الحل؟ شايفه هو المناسب لانقاذ الدراويش؟ مصر تحصد 4 ميداليات جديده في بطوله افريقيا للسلاح بانجولا. ابطال مصر يواصلون السيطره في بطوله افريقيا بأنجولا بحصد 3 ميداليات ذهبية وفضية في منافسات الناشئين تحت 17 سنة. محمود السيد بيتألق في سلاح المبارزة ويحصد ذهبية غالية بعد فوزه على بطل توجو 15-4. يوسف عبد القادر يحقق ذهبية سلاح السيف بعد الانتصار على بطل تونس بنتيجة 15-2. سارة عمرو تحصد ذهبية سلاح الشيش، بينما توجت فاطمة وهبة بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص. المنافسة تزداد صعوبة، لكن مصر أثبتت تفوقها بعد الوصول إلى 29 ميدالية في البطولة حتى الآن. هل تستمر مصر في السيطرة على السلاح أفريقيا وعالميا؟ وزير الشباب والرياضه يحقق في مخالفات رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي يوجه الادارات المختصه بالوزاره للتحقيق فيما تم تداوله اعلاميا بشان المخالفات المنسوبه الى رئيس اللجنه البارالمبيه، وذلك في اطار الدور الرقابي لوزاره الشباب والرياضه وحرصها على الشفافيه والحوكمه الرشيده. تصاعد الخلافات داخل مجلس اداره اللجنه، حيث اعلن عدد من الاعضاء رفضهم لبعض القرارات التي اتخذها رئيس اللجنه، مما ادى الى انقسامات تهدد استقرار المنظومة البارالمبية في مصر. كيف ترى تأثير هذه الأزمة على مستقبل الرياضة البارالمبية في مصر؟ إيقاف شوبير أسبوعين وتغريم قناة الأهلي 100,000 جنيه. أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن إيقاف الإعلامي أحمد شوبير أسبوعين وتغريم قناة الأهلي 100,000 جنيه. القرار بيعكس حرص المجلس الأعلى للإعلام على ضبط الأداء الإعلامي ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الرأي العام، وده بيساهم في تعزيز المهنية والانضباط داخل الوسط الإعلامي الرياضي، وقد يكون فرصة لإعادة تقييم المحتوى الإعلامي وضمان تقديم محتوى إعلامي متوازن وحيادي. والبعض يرى ان ده تضييق على حرية الاعلام، خاصة ان مفيش اسباب واضحة للايقاف، وده بيضر بالقناة ماديا بسبب الغرامة، بالاضافة على تأثير نسب المشاهدات في الفترة القادمة، بالاضافة على تأثيره على شعبية الاعلامي احمد شوبير، وبيخلق حالة من الجدل والانقسام بين جمهوره ومعارضيه. هل لديك رؤية معينة بخصوص القرار؟ دي كانت كل كواليس حلقة النهاردة. ما تنساش تشاركنا رأيك في التعليقات. هل الاسماعيلي يحتاج الى مدرب جديد ام ان مشكلته اكبر من الجهاز الفني؟